يا صباح الفل. انا هنا بقى كنت في الموقف وكنت متجهة الى السفرية اللي انا مسافراها. هنا بقى كنت ركبت العربية او الميكروباص ومسكت الطريق وخلاص مسافرين على احلى مكان واحب مكان لقلبي. الشاطر يقول انا رايحة فين وفين المكان اللي انا بحبه. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالصلاة على الرسول بتنحل وتنفك العقد على طول. صلوا على النبي يا جماعة وزيدوا النبي صلاة. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هنا بقى كنت خلاص انا دخلت المكان اللي انا بحبه قوي 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 واحلى مصيف بالنسبة لي. ناس كتير عارفاني وعارفة انا بحب اروح فين. هنا بقى انا كنت وصلت البيت وكنت هنام شوية وبعدين هصحى. صحيت فعلا. بعدها بشوية اتعشيت وخرجت تمام كده. هنا بقى كنا تاني يوم الصبح، انا خرجت بالليل نزلت اتمشيت وكده وطلعت تاني. هنا بقى كنت تاني يوم الصبح بحضر الفطار. انا بشرب شاي بلبن الصبح. هي دي العادة بتاعتي اللي انا ما ببطلهاش ما بغيرهاش، ما اقدرش اصلا ما اشربش شاي بلبن. بس اول حاجة ببدأ الاول اشرب المية تمام كده. هنا بقى بالليل لما نزلنا كنا جايبين بقى كحك وحاجات للفطار وكده، فده الكحك والقراقيش اللي احنا هنفطر بيها الشاي. يعني انا الصبح ما بفطرش بقى فول ولا طعمية ولا الحاجات دي، لا انا بفطر شاي بلبن بقرص بكحك بقراقيش كده يعني. اهو زي ما انتم شايفين حاجات خفيفة خالص. مش يعني فطار جامد ولا فطار تقيل، حاجات خفيفة كده بنفطر بيها الصبح. بعد بقى لما فطرت كده بعدها كده بحوالي ساعة او ساعتين حسيت ان انا دماغي مصدعة، طبعا طريق وسفر وما نمتش كويس ونزلت بالليل وطلعت طبعا اجهاد. فعملت كوباية قهوة كده ليا عشان انا بحب اظبط دماغي. وهاخد بقى القهوة دي وهدخل البلكونة واقعد كده مع ربنا بين السماء وبين البحر واشرب القهوة بتاعتي ونشوف بقى يومنا هيمشي ازاي. ده كده تاني يوم الصبح. طبعا شايفين القهوة بوش ازاي وجميلة ازاي وطعمة ازاي وحلوة ازاي وحاجة كده ايه واو. انا بشرب القهوة مظبوط تمام. هنا بقى كنت دخلت البلكونة قدام البحر اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا في شقتنا دي في الدور العاشر في ميامي تمام كده. فين في ميامي بقى؟ في اسكندرية، احب مكان لقلبي. هنا بقى انا كان نفسي قوي قوي وانا في مصر اكل فسيخ ورنجة تمام كده، كان نفسي يعني قبل ما اسافر. فلما رحت اسكندرية جوزي كان في مول جملة ماركت فلقى فيها فسيخ ولقى فيها رنجة. راح جاب لي السوبر ماركت، اقصد جملة ماركت في شارع خالد بن الوليد، عندنا في خالد بن الوليد. راح جاب لي فسيخ ورنجة واتغديت بقى وكلت احلى اكله بجد بعشقها، بموت فيها. بعد ما اكلت بقى كده واتبسطت خلاص والدنيا تمام. نزلت بقى بالليل. اليوم ده انا ما نزلتش البحر عشان كان تاني يوم انا جايه فيه. نزلت بقى بالليل، نزلت بقى اتمشينا. رحنا فين بقى؟ رحنا مكان تحفه، حب مكان لقلبي. اسكندريه كلها حبيبه قلبي بس المكان اللي انا روحته ده انا بعشقه بحبه قوي قوي. هنا بقى بوريكم شوارع اسكندريه وبصراحه كانت جميله يعني. الكلام ده انا بنزل لكم الفيديوهات بعد ما جيت، حتى بمنتج الفيديوهات بعد ما جيت. رحنا بقى سهرنا لغايه الساعه 4 الفجر. نزلنا من البيت حوالي كده الساعه 9، قعدنا لغايه الساعه 4 الفجر بعد ما كنا اكلة الفسيخ والرنجة الاكلة المعتبرة الجامدة دي قوي قوي. نزلنا بقى بس كانت الدنيا زحمة قوي، اللي هي طريق المنظرة والمنتزه كان زحمة قوي قوي. وقفنا حبة حلوين كده في الطريق. وهنا بقى دخلنا فين؟ دخلنا المعمورة. انا من عشاق المعمورة يا جماعة، بحب المعمورة جدا 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 ودايما لما بحب اسهر بقعد في المعمورة، ما بروحش اماكن الا المعمورة. هنا بقى خلاص كنا دخلنا. بصوا كانت زحمة قوي. احنا بنقعد بقى بندخل المعمورة الشاطئ، بنقعد ايه على الشاطئ تمام كده.
قعدنا وجبت طبعا ايه زلابيا حبيبة قلبي، بموت فيها بموت فيها بموت فيها. جبت بقى زلابيا، وطبعا ده البحر. انا رحت في الاسكندرية في الوقت اللي البحر بعديها، بعد ما انا وصلت كده باسبوع قفلوا الشواطئ يومين عشان كان الموجة مرتفع قوي والبحر كان عالي وكده. قعدت طبعا وسهرت في المعمورة وكانت أحلى سهرة سهرتها. طبعا بقى مشغلين أغاني أم كلثوم والأغاني القديمة وأغاني الحب والرومانسية، وقاعدة قدام البحر والهوا ومفضية دماغي، ويعني عايشة لحظة حلوة الحمد لله. طلبت أم علي بالمكسرات، تحفة تحفة تحفة، وجات لي سخنة جدا. عايزه اقول لكم سعر دخول المعموره وانت داخله من بره 40 جنيه من على البوابه. سعر دخول الشاطئ مكان ما انا قاعده كده 50 جنيه الفرد. وبمزاجك بقى، عايزه تطلبي حاجه، عايزه مش عايزه خلاص، بس هما طبعا بيقعدوا يقرفوكي لغايه لما تطلبي وتاخدي يعني. فانا خدنا ام علي، جوزي خد قهوه في قهوه كده يعني. هنا بقى خلاص كنت وصلت، النهار طلع، كنت صليت الفجر، كنت قاعدة في البلكونة وهو النهار بيطلع وزي ما انتم شايفين كده البحر قدامي والسما، وكان يوم جميل قوي وحلو قوي. وان شاء الله الرحلة بتاعتي ان شاء الله